اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلوات ينفك بها الكرب وينزال بها الهم ويستجاب بها الدعاء ويرفع بها البلاء. ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد وروتين جديد ويوم جديد. اتمنى من ربنا انكم تكونوا في احسن صحة يا رب واحسن حال، واتمنى انكم تشوفوا السعادة اللي في الدنيا كلها. انا امورة ودي قناتي. لو لسه لاول مرة بتشوفي القناة اضغطي على كلمة اشتراك الموجودة تحت باللون الاحمر او اللي هي سبسكرايب، وكمان اعملي لايك للفيديو وكومنت كده حلو زيك. ويلا بينا بقى كده نتشجع النهارده مع بعض ونشوف هنعمل ايه النهارده في الروتين. طبعا مبدئيا احنا طبعا ماشيين على سلسلة الربع ساعة، فاحنا هنكمل فيها النهاردة، او اللي هي نص ساعة تنظيم كل يوم، فاحنا هنكمل فيها النهاردة. بس الاول كده بصراحة قلت كان عندي شوية بامية، فقلت خليني اقمعهم، وبما اني النهاردة يعني مش هطبخ بامية او بكرة مش هطبخ بامية لان لسه اصلا ما عنديش طماطم، فخليني كده ايه افرزها بقى وخلاص. فهنفرزها كده مع بعض. طبعا اول حاجة قمعتها، غسلتها الاول وبعدين قمعتها، وبعدين حسيت ان هي الباميه فيها مقاسين. عارفين انتوا كيس الباميه اللي هو الاكسترا اللي هو بتاع بسمه ده؟ رحت اجيب بسله فلقيته الكيس اللي هو الاكسترا ده لقيته ب30 جنيه. كيلو الباميه انا جايباه بالظبط ب25 جنيه، وكيس البسله اللي هي البسمه الكيس 400 جرام اللي هي الصغننه اللي هي المقطقطه دي. فقلت على ايه، خليني احسن افرزهم واخلي يعني يبقى عندي كيلو مثلا او 3 اكياس بالكتير، يبقى عندي مثلا في الشتاء، بحيث ان انا لما اشتاق لها كده تبقى موجوده. انا مش بحب التفريزات الكتير قوي يعني في الخضار، احب ان كل حاجه تبقى محتفظه يعني في موسمها، ولكن برضو ما فيش مانع ان انا اخلي كيس او 2 عندي، بحيث ان هو لو حد اشتاق لها كده تمام. فجيت هنا بقى حطيت ميه مغليه وحطيت فيها معلقه سكر ونص ليمونه بس. بصوا بالظبط قعدت يعني بسيبها كده على النار، يعني بنزل فيها بالباميه. طبعا دي ميه متكتل كده اهو، عارفين اللي هي الميه يعني قبل الغليان بسيكه كده، فاهمين؟ نزلت هنا بالباميه، وبعدين اول كده بس ما قلبت قلبه واحده هتلاقي ان لونها اصلا بقى خضاره حلو كده. انا بقى عايزه الخضار الحلو ده، بس هتفضلي تقلبي فيها عشان طبعا درجه الحراره في وسط الحله غير درجه الحراره في الاطراف، تمام. بس طلعتها وحطيتها في ميه متلجه اللي كانت جنبي دي على البوتاجاز، ميه بتلج حطيتها فيها وطلعت نشفتها على فوطه. كان عندي بقى فول اللي هو بتاع اللي هو بيتعمل بيه الفلافل او الطعميه، كنت نقعاه من بالليل. احنا هنا كنا على بعد العصر كده، كنت نقعه الفول ده من بالليل، تمام. فقلت خليني بقى اعمل فلافل. الاول كان عندي حزمه من الكرات، صح كرات وكزبره، تمام. فقسمتها كده نصين، قلت خليني اشيل منها جزء لان دي هتبقى كتيره. انا عامله قد ايه طعميه او عامله قد ايه فول؟ انا عامله كوبايه ونص من الاكواب اللي هي المعياريه، اللي هي كذا كوبايه في بعض دي، انا عامله كوبايه ونص بس منها فول صحيح يعني قبل ما يتبل. فجيت قسمت كده، يعني اخدت نص حزمة بس من الكرات ونص حزمة بس من الكزبرة، وشلت طبعا الباقي في الفريزر. طبعا مش مستاهلين ان هم يتشال، ولكن والله يا بنات كل حاجة فعلا بتنفع. فاكرين لما كنت عاملة كفتة الرز الفيديو اللي قبل اللي فات تقريبا، وما كنتش لاقيه خضرة ولقيت عندي كيس في الفريزر، كنت قاعدة فرحانة بيه. المهم بقى ايه، خليني اكمل معاكم. جبت هنا الفول وحطيت عليه الخضرة، وجبت هنا بصلاية واحدة بس قطعتها كده، يعني من باب ان انا ايه ابقى بساعد الكب بس ما يبقاش بحمل عليها كده وخلاص. وهجيب ايه تاني، هجيب بقى فص توم كده محترم مش فص. دي هنا كزبرة كنت شحتها بصراحة من عند حماتي عشان ايه يعني ما حدش يقول لي مش محطوطه في برطمان ليه. والكمون ده كنت سرقاه برضو من عند مامتي. جماعه انا عندي كل حاجه، بس يعني احيانا الواحد بيكسل ايه ان هو يطلع مثلا بقى ويحمص وبعدين يطحن. ببقى مستعجله، فبعت لحماتي عايزه كزبره ناشفه، فبعتت لي بقى في كيس كده اهو شويه وبس، يعني بحكي لكم معاناتي ان شاء الله بكره هنعمل بقى درجة توابل مع بعض، هننظمه وهنحمص بقى كزبرة وكمون وهنطحن توابل وهنعمل كل حاجة. ولا تزعلوا يعني. طحنت هنا بقى الحاجة، نزلت كده حبة حبة كده الاول، وحسيتها ان هي ايه بتلف او كل حاجة، بس حسيت ان احنا ممكن نزودها فعلا بق مية كده، يعني بق فاهمين؟ ففتحت هنا بقى وقلت خليني ازودهم بقى كلهم مرة واحدة، وهبدأ كده ازود يعني شوية مية قد ايه، يعني قولي مثلا ربع مج بربع مج كده. انا هفضل اضرب فيها لغاية ما احس ان هي نعمت معايا. عايزة اقول لكم والله يا بنات ان التفريزات اللي هي الحاجات دي بتنفع قوي. يعني احنا بنشتري
ب10 جنيه فلافل، بيبقى حبه قد اللي انا عاملاهم في مره، فاهمين؟ اللي هي ال10 جنيه عجينه بحب اقليها في البيت. بتبقى كميه قليله قوي، وفي نفس الوقت انا مش ضامنه النظافه ابدا، يعني مش ضامنه اصلا ان عمو الراجل بتاع الفلافل ده يكون غسل الخضره مثلا كويس والحاجات دي، وانا يعني قرفه شويه في الحاجات دي. ف يعني لا، خليني احسن اعملها في البيت. عايزه اقول لكم ان انا كمان جربتها النهارده وقالتها كانت كويسه جدا 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 بصراحه يعني. المهم بقى ان انا حطيت كمون وحطيت كزبره، ما حطيتش حاجه تاني طبعا، وملح. ولكن بقى هحط طبعا اثناء القلي وانا بقليها اضيف لها كمون بقى، لا كزبره، وسمسم، وحاجه كمان، كزبره وسمسم وايه اموره، وبيكنج باودر. لو حطيتي البيكنج باودر دلوقتي ودخلتيه في الفريزر هتحسي ان هو يعني بحس ان هو ما بيتفاعلش خلاص. طلعي الكيس من قبلها بفتره، من قبل ما تستخدميه بفتره، ان هنا كنت بضيف الملح. طلعي الكيس، بصوا الكبه كلها بقت بتلف اهي، يعني خلاص اتضربت كويس. المهم طلعي الكيس كده من قبلها بفتره بحيث ان هو يفك براحته. تمام. وضيفي يعني اقل من ربع معلقه بيكنج باودر او كيك شيف، يعني اي حاجه، وقلبيه كده بس بمضرب او ويسك، يعني اي حاجه كده بس بسرعه، واقلي منها هتلاقيها تحفه. طبعا السمسم زي ما قلتلك والكزبره دي بحطها اثناء القليه. تمام. ادي العجينه معايا بقت زي الفل. عايزه اقول لكم برضو ان انا لاحظت ان انا لما طلعتها من الفريزر وعملت منها النهارده حسيت ان هي اخضرت اكتر، فممكن المره الجايه احس ان انا ممكن اقللها شويه خضره، مش عارفه. جبت هنا بقى الاكياس وقلت خليني كده يعني احط ايه على حسب الاحتياج اللي انا هشوف، يعني اللي انا حاسه ان انا هحتاجه يعني. احنا طبعا فردين فمش بحط كميه كتيره. الكوبايه ونص عملوا معايا 4 كوبايات. تمام. ولكن ممكن يطلعوا اكتر من كده، لان يعني انا عملت النهارده الكيس كان كتير قوي، فاهمه؟ كان كتير قوي علينا. فالكيس الكوبايه ونص ده ممكن اقسمه مثلا على 5 مرات، 5 مرات. تمام. طبعا لو حسبناها كتكلفة فهي كتكلفة أقل، ولو حسبناها كنظافة فهي طبعا نظافة يعني توب التوب يعني. أنضف طبعا من بره بكتير. أنا بجيب الأطباق اللي هي الفويل دي وبعملها كده كأنها منظم في التلاجة عشان ما تاخدش معايا مساحة يعني. الباميه بقى طلعتها طبعا على فوطه زي ما قلتلك، دي فوطه للاكل كده مخصصاها في المطبخ، وحاطه كده عليها مناديل عشان تنشف. طبعا الباميه زي ما قلتلك انا كنت عاملاها يعني جزئين، جزء اللي هي الباميه اللي هي الصغنونه خالص دي، والجزء التاني الباميه اللي انا مقطعاها. فبدات كده ايه اعبيهم في اكياس. طبعا ممكن تعملي ايه، ممكن تحطيها في تجيبي صينيه وتحطي فيها الباميه كده زي ما هي مفرفطه كده بعيده عن بعض وتدخليها الفريزر. تمام. هتحسي ان هي كلها اتجمدت اتشمعت كده، هتحسي بقى ان كل واحده بقت لوحدها. حطيها بقى في اكياس عشان ما تجمدش، يعني عشان ما تلزقش في بعض معاكي، يعني بحيث ان احنا لما نطلع مثلا لما نطلع يعني عشان نطبخها وكده، بتحس ان هي كل بامية كده لوحدها، كل حبة بحبتها، مش تحس ان هو الكيس كله مجمد في بعضه. ولكن برضو احنا في البيت ممكن لما نعمل اللي هو نشفها على فوطة وكده مش هيبقى فيها مية، فاهمين؟ فهي مش هتلزق في بعضها. يعني انا شايفاها دلوقتي بالطريقة دي برضو. لسه ماسكة الكيس من شوية كان ما شاء الله يعني جميل جدا، وكل واحدة كده لوحدها مش لازقة في بعضها كده، مش كتلة، يعني ما فيهاش مية عشان تعمل كتلة تلج. خرجت الهواء بقى منها وضغطتها كده خالص كأني شفت الهواء كده بالمكنسة، ما تعرفش ازاي. وادي الفلافل بتاعتنا او الطعمية. وتعالوا بقى نيجي للمهمة بتاعتنا اللي هي مهمة النص ساعة تنظيم. ده كده انا بالنسبة لي يبقى كده خلصت المطبخ من تحت، وخلصت جزء اللي هي ضرفة الخزين من فوق، اتبقى لي حاجات بسيطة واخلص المطبخ. قولوا لي بقى، طمنوني عملتوا ايه. طبعا اللي مش عارف مهمة النص ساعة تنظيم دي، دي مهمة احنا بنعملها كل يوم كده، بنختار نص ساعة ننظم فيها اي حاجة عايزة تترتب بسرعة، او اي حاجة مثلا مبهدلة، اي حاجة فوضوية، بحيث ان احنا نسيطر على البيت. يعني مثلا احنا بدأناها المرة دي بالمطبخ، بحيث ان احنا ان شاء الله نخلص كده المطبخ قوله في اسبوع بالظبط. طبعا هيبقى نظفتي بعمق وكل حاجة، بس في نفس الوقت انتي ما حسيتيش بأي تعب. انا هنا كنت بوريكي المنظفات اللي هي عندي. انا جايبه هنا المره دي اريال جل، بصراحه بحبه جدا وما اعرفش استخدم غيره. ده يا بنات ال3 لتر و300 3 لتر 300 جايبينه من جملة ماركت بكام؟ جايبينه ب185. هتلاقيه في كارفور
لا كارفور ب250 وفي فتح الله على فكرة ب280. فجملة ماركت بصراحة في المنظفات حسيته ارخص. جبت بس الاريال المرة دي، بس انا عندي اصلا كده كده برسيل لسه ما خلصت، برسيل جل، ولكن اريال لما حسيت ان هو في جملة ماركت سعره كويس فقلت لا خليني طبعا اجيب لي واحد واشيله دلوقتي. جيت هنا بقى في منظمات، لا اسمها ايه، منظفات سايبة انا جايباها من الراجل اللي هو بتاع الصابون عادي، او اللي هي الصبانة، في ناس بتقول عليها صبانة. فجبت هنا دوني ب10 جنيه اللي انا حطاه في بالفيتا ده، ريحته خطيرة خطيرة خطيرة. ده اللتر يا بنات، اللتر اصلا ب5 جنيه، وقال لي لو عايزة اللتر اللي هو مركز اكتر هديه، يعني هديكي هديكي اللتر ب10 جنيه. طبعا انا بضحك على المسحيق اللي قاعدة بتتكب مني دي. انا مش عارفة الموبايل كان قاعد حد بيرن عليا وكنت متوترة، فقاعدة ايه اللي هو انا مش مركزة لا. بس فجبت بقى اللتر دوني من ده ب10 جنيه، ريحته مركزة قوي وريحته جميلة قوي بصراحة، عجبني. بمجرد بس ما بفتح الضرفة اللي هي بتاعة المنظفات دي، ريحة الدوني بتقابلني، وانا بصراحة يعني تحسوني ان انا خلاص ريحة الدوني دي بيبقى هان عليا اخد شاور بيها اصلا. فحطيته كده في المعطر اللي هو بتاع بالفيتا، وجبت برسيل جل ب5 جنيه بس لتر واحد او ب6 جنيه يعني بالظبط. ده بخليه مثلا اغسل فوط المطبخ، اعزكم الله التويلت كده اهو، التويلت يعني كده. وجبت صابون اللي هو المواعين ده، اللي هو جبت سايب برضو كده، جبت لتر واحد بس ب5 جنيه او ب6 جنيه مش فاكرة. عقبال ما اجيب فيبا اللي هو العرض اللي هو عارفين ال6 كيلو ده اللي انا بستخدمه بصراحة. بس دي كانت المنظفات اللي جبتها. البتاع بقى اللي هو بتاع اللودفيك ده او اللودويك ده، ده حاطه فيه شويه من الكلور على شويه من البرسيل جل على شويه من الدوني. دي بخليها بقى يعني اعزكم الله في التويلت تبقى جنبي كده جنب الليفه على طول، بحيث ان انا ايه يعني وانا واقفه كده على طول اخد الحوض كده، بتبقى اسهل طبعا في الاستخدام. طلعت بقى كل المنظفات اللي هي الموجودة في الدرج، وجيت هنا على الضرفة اللي هي بتاعت المنظفات دي، وهديها بقى شاور كده محترم يعني، هحميها بصراحة. فجبت بقى الليفة كده والمسحوق بتاعي يعني، او اسمه ايه، الاريال بتاعي او البريل بتاعي، وحميتها بقى كويس، ومعايا فوطة. بس مش عارفة ليه بقى الكاوتشة اللي هي السودة دي واقعة كده تحت، انا حاولت الزقها ما بتتلزقش، فمستنيه بقى جوزي لما يجي يشوفها دي بتاعت ايه اصلا، انا مش عارفه. عايزه اقول لكم ان انا ما بفهمش في الحاجات السباكه ولا الحاجات دي خالص خالص خالص، اعرف بس الحنفيه بتتفتح ازاي، شكرا على كده. جبت بقى المفرش ده فرشته كده من تحت، وحطيت اللي هو الاريال والاقراص اللي هي بتاعت غسالة الاطباق ومنظم المعالق، حطيت فيه برضو الملمع. انا للاسف عايزه لسه اجيب ملح، هي الغسالة فيها شوية ملح صغيرين يعني، بس هتطلب ملح قريب. وجبت بقى اول منظم ده حطيت فيه اللي هي يعتبر المعقمات، يعني كلوركس جل، والكلور الخام ديتول، بريكس ده جميل قوي على فكرة، وفيلفيتا ده برضو اللي هو بتاع الملابس. والمنظم التاني ده بقى اللي هو الابيض، انا حطيت فيه الحاجات اللي بستخدمها استخدام يومي، الجلانس، البخاخات اللي هي بتاعت المعطر، والبخاخ الازرق ده طبعا بتشوفوني بستخدمه كتير قوي، والرياشه، بحيث ان انا لو داخله مثلا انضف مثلا غرفه او حاجه، فانا هاخد البخاخ ده كده، المنظم ده كده معايا فيه كل الفوط بتاعتي والحاجات بتاعتي. المنظم اللي في النص ده حطيت فيه اللي هو الاريال الجل او المسحوق الجل يعني، وحطيت فيه المسحوق بتاع غسالة الاطباق اللي هو البودر، وكمان حطيت فيه اللي هو سائل الغسيل بتاع الاطباق ده. هنا لقيت برضو واحدة جلانس عندي زيادة، فرحت حطاها في المنظمات دي، ودي العجينة اللي هي بتاعت الهدوم البيضة يعني وكده، حاساها بتفرق بصراحة شوية في الهدوم. بس ده كان شكل الضرفة، وعايزة اقولكم ان انا كنت فرحانة قوي. قولولي بقى عملتوا ايه، ماشيين معايا في الجدول اللي هو بتاع النص ساعة تنظيم كل يوم ده ولا لأ؟ ولو لسه ما مشيتوش عليه بجد مشوا عليه، هتحسوا ان هو فارق جدا في يومكم، وهتحسوا كده بنظافة في كل مكان. انا هنا بوريك ان انا لسه عندي اللي هو البرسيل الجل والدوني. انا كده وصلت لنهاية الفيديو، استودعكم في رعاية الله، ما تنسوش بقى لايك للفيديو، ومع السلامة.